افتكر لو قلت لك ان اللي كنت بتعمله من سنتين في التسويق النهارده بقى قديم، ولو ما لحقتش الاتجاهات الجديده هتلاقي نفسك بتحرق فلوسك ووقتك في عمليات ما فيهاش فايده. عشان كده في الفيديو ده هشارك معاك 6 اتجاهات تسويقيه مهمه جدا في 2025، ولو طبقتهم صح هتكسب عملاء اكتر وتسبق منافسينك بمسافه اكبر. الجزء الاول في الفيديو ده ليه الاتجاهات دي مهمه اصلا. التسويق مش ثابت، كل شهر بينزل ترند جديد، خوارزميات بتتغير ومنصات بتطلع ومنصات بتقع، واللي ما بيتطورش مع السوق هيشيله. عشان كده لازم تبقى دايما فاهم الاتجاهات قبل ما تتنفذ بسنين، وده اللي بيميز الماركتير الشاطر عن اي حد تاني. اول اتجاه هنتكلم عليه النهارده هو اتجاه طويل شويه، اتجاه هايبر بيرسوناليزيشن. خلاص فكره انك تعمل اعلان واحد لكل الناس بقت قديمه، دلوقتي العميل عايز يحس انك بتكلمه هو شخصيا. وده يعني ايه؟ يعني اعلانك بيبقى مقسم لشرائح صغيره. يعني مثلا بدل ما تقول افضل منتج لكل البنات، حدد افضل منتج للبنات في الجامعه او الامهات الجدد. ولكن ازاي تطبقها؟ استخدم ادوات زي فيسبوك كاستم اودينس، او اجمع بيانات عملائك، او ابني رساله مخصصه لكل شريحه من اللي انت بتتعامل معاها. الاتجاه الثاني المحتوى القصير او الشورت فورم كونتنت. الريلز والشورت مش موضه وخلاص، لا دي بقت من اهم ادوات الوصول في 2025. الخوارزميات دلوقتي بقت بتدي اولويه للفيديو القصير لانه بيحقق مشاهدات اسرع ومشاركه اكبر. مثال، بدل ما تعمل اعلان 3 دقائق جرب تقسمه ل5 مقاطع كل فيديو فيهم 30 ثانيه. ولكن نصيحتي ركز على اول 3 ثواني، وده اللي بنسميهم الهوك. واهم حاجه خلي كول تو اكشن واضح، وما تنساش استخدم الترندات اللي موجوده في الفتره دي. الاتجاه الثالث والاهم الذكاء الاصطناعي. عايز تختصر وقتك يبقى لازم تعتمد على ادوات اكتر، من كتابه اعلانات لتصميم صور حتى انتاج الفيديوهات برضه. وامثله الادوات احنا شرحناها قبل كده في الفيديو ده. ولكن الفكره مش ان الاداه تشتغل لوحدها، انت لازم تعرف تستخدم الاداه صح وتطورها للبيزنس بتاعك. الاتجاه الرابع الشراء المباشر من السوشيال. زمان كان العميل بيشوف اعلانك على انستا وبعدين يدخل موقعك ويكمل شراء. دلوقتي في 2025 منصات نفسها بقت بتوفر الشراء داخل التطبيق، زي مثلا عندك انستجرام شوب او تيك توك شوب. ولكن نصيحتي حضر متجرك واربطه بحسابات السوشيال ميديا الخاصه بيك، وجرب اللايف شوبينج لو بتبيع منتجات ملموسه. واهم حاجه اعرض عروض حصريه للشراء الفوري جوه التطبيق. خامس اتجاه اليوزر جنريتد كونتنت. الناس حاليا ما بقتش تصدق الاعلانات المباشره زي زمان، دلوقتي بيصدقوا تجربه زبون تاني اكتر. زي مثلا كده لما بيقول لك اسال مجرب ما تسالش طبيب. يعني انت لو جمعت محتوى من عملائك الحاليين او من صناع محتوى صغار، ده هيبيع لك اكتر من اعلان ضخم انت بتعمله. مثال، اطلب من العملاء اللي طلبوا منك قبل كده يصورك فيدباك عن المنتج اللي وصل لهم. تاني حاجه شجعهم ان هم يصوروا تجربتهم مع المنتج. تالت حاجه والاخيره استخدم اليوزر كاعلان ممول، هيحقق نتائج قويه جدا معاك. الاتجاه السادس والاخير اللوكال اس اي او. الناس دلوقتي بقت بتبحث بصوتهم اكتر، ومع تطور المساعدات الصوتيه زي اليكسا وجوجل اسيستنت يبقى لازم يبقى عندك محتوى مهيأ للبحث الصوتي. ولكن ازاي تستفيد من الموضوع ده؟ ركز على الكلمات المفتاحيه الطويله. تاني حاجه خلي محتواك يجاوب على اسئله عشوائيه. تالت حاجه لو بتستهدف منطقه معينه اشتغل على لوكال سيو زي مثلا خرائط جوجل او تقييمات حقيقيه. ولكن في النهايه ازاي تستخدم الاتجاهات دي صح؟ والله يا صديقي خليني اقول لك ان النجاح مش انك تقرا الترندات وخلاص، النجاح انك تطبقهم خطوه بخطوه. يعني مثلا ابني خطه محتوى فيها ريلز، وكمان استخدم فيها ادوات اي عشان تختصر وقتك. كمان لازم تجمع محتوى حقيقي من عملائك وتطور من رسالتك التسويقيه عشان تبقى موجهه للبيرسونال اكتر. واهم حاجه جرب وراقب النتائج وعدل بسرعه. وفي النهايه قول لي في الكومنتات ايه اكتر اتجاه حمسك تبدا بيه، ولو عايز سلسله كامله نشرح فيها كل اتجاه بتفصيله وادواته اكتب لي في الكومنتات تحت. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتتابعنا عشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش شوف الفيديوهات اللي فاتت، استنى الفيديوهات الجايه. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.